تفتكر ممكن تحليل ال DNA يجذب؟ يعني العلم اللي بنعتمد عليه عشان نكشف الجرايم ونثبت النسب ممكن إن هو يظلم؟ تخيلي إن انتي تكوني شايفة أولادك انتي اللي مربياهم وانتي اللي كنتي حامل فيهم، وفجأة حد يقولك أسفين دول مش أولادك. اللي حصل مع بطلة حلقة النهاردة مش بس أغرب من الخيال، ده كمان خلى العلماء نفسهم يعيدوا حساباتهم. قضية خلت الحكومة تشك في وتحاول إن هي تاخد أولادها منها لمجرد إن تحاليل ال DNA بتقول إن لأ دي مش مامتهم. بس الحقيقة كانت أعمق وأغرب بكتير من مجرد تحليل DNA. في الحلقة بتاعت النهاردة هنحكي عن واحدة من أغرب الحالات الطبية فعلا اللي الطب سجلها، حكاية سيدة اتهموها بالكذب، اتهموها بأبشع حاجة ممكن أي أم تعدي عليها، وهي كانت حاملة السر جواها لا هي عارفة بيه ولا حتى العالم كان مستعد له. حلقة النهاردة فعلا غريبة، هتعرفنا عن حالة أعتقد إن أغلبكم ما كانش يعرف عنها أي حاجة، فأتمنى إن حلقة النهاردة تعجبكم، ويلا بينا نبدأ الحلقة. في صباح بارد من شهر ديسمبر سنة 2002، ليديا فيرتشايلد اللي كان عندها 26 سنة في الوقت ده خرجت من شقتها المتواضعة الموجودة في واشنطن. كان في هالات سودا كتير تحت عينيها الزرقاء. ليديا ما نامتش كتير الليلة اللي قبلها عشان كان في حاجات كتير قوي شاغلة بالها. هي والشخص اللي مرتبطة بيه اللي كان معاها بقاله فترة طويلة وكان اسمه جيمي كانوا لسه منفصلين عن بعض للمرة التانية. علاقتهم عدت بمراحل صعود وهبوط كتير قوي على مدار السنين اللي فاتت. الاتنين كانوا بيحبوا بعض، بس مؤخرا ما كانوش عارفين انهم يتفاهموا خالص، وعشان كده قرروا في النهاية انهم لازم ينهوا كل حاجة. كان موقف صعب خصوصا انهم في الوقت ده عندهم طفلين، ولد عنده 2 وبنت عندها سنة. والمواضيع كمان اتعقدت أكتر لأن ليديا اكتشفت قريب إن هي حامل تاني. في اليوم ده هي اتحركت من البيت بتاع بيتها وراحت للعربية، وهي بتحاول على قد ما تقدر إن هي تتجاهل صندوق باردها المليان على آخره. ما كانتش حابة خالص إن هي تبص على كل الحاجات اللي موجودة في الصندوق، لأنها كانت عارفة إن هي مليانة فواتير وكلها ميعادها عدى. الفواتير كانت بتفكرها مرة تانية قد ايه الحياة بقت صعبة مؤخرا. هي لسه منفصلة جديد، حامل، وكمان عطلة عن العمل. ورغم ان واشنطن كانت مكان مريح وآمن للعيشة، محاولة ان هي تلاقي شغل هناك كانت صراع بالنسبة لها. مدخراتها كانت خلاص قربت ان هي تخلص، بس كان عندها حاجة واحدة معتمدة عليها عشان تكمل. من كام أسبوع كانت قدمت على إعانات رعاية اجتماعية، وفي صباح اليوم ده جالها تليفون أخيرا بخصوص طلبها. ليديا كانت فاكرة إن كل حاجة اتقبلت، بس الشخص اللي كلمها قال لها إن في مشكلة وإن هي لازم تيجي المكتب عشان تتكلم في الموضوع ده، وده كان المكان اللي هي رايحاه في صباح اليوم ده. فركبت العربية بتاعتها وساقت لحد إدارة الخدمات الاجتماعية اللي كانت على بعد كام كيلو. وفي نفس الوقت الأخصائي الاجتماعي اللي كلمها كان مستنيها في المكتب بتاعه، وكان قاعد جنبه زميلته سيدة لابسة بدلة كحلي، شكلها كده سيدة مرموقة. بس اللي حصل إن لما ليديا دخلت محدش فيهم اتكلم كتير، كانوا مركزين قوي في دراسة ملف القضية بتاعت ليديا. هما الاتنين كانوا شافوا مئات من طلبات الرعاية الاجتماعية على مدار السنين اللي فاتت، بس عمرهم ما شافوا طلب زي بتاع ليديا، وعشان كده كان عندهم فضول كبير يشوفوا هي هتقول ايه. وأول ما ليديا قعدت، الأخصائي الاجتماعي اللي كلمها دخل في الموضوع على طول. كان في مشكلة في تحليل ال DNA اللي ليديا وأولادها قدموها عشان ياخدوا الإعانات بتاعة الرعاية الاجتماعية، لأن الصدمة والمفاجأة إن النتائج بينت إن ليديا مش أم الأطفال دي فعلا. طبعا دي مفاجأة كبيرة، وللحظة طويلة هي مالتش أي حاجة. بعدين ضحكت ضحكة محرجة، قالت لهم أكيد في حاجة غلط، يعني إيه الأولاد دول مش أولادي؟ بس الأخصائي الاجتماعي ده هز راسه بالنفي، قال لها تحليل ال DNA دقته بتوصل لنسبة 100%. ليديا سندت ظهرها على الكرسي وكان في على وشها نظرة عدم تصديق كاملة لكلامه. في اللحظة دي الزميلة اللي كانت لابسة بدلة وقاعدة جنب الأخصائي الاجتماعي اتكلمت أخيرا وعرفت نفسها. قالت لليديا إن هي مش أخصائية اجتماعية وإن هي محامية وشغالة مع مكتب المدعي العام. المحامية دي دخلت في الموضوع على طول. ليديا دلوقتي ارتكبت بوضوح عملية احتيال على الرعاية الاجتماعية. هي ادعت إن الأطفال دول تبعها،
وإن هي بتقدم لهم دلوقتي على طلب للرعاية الاجتماعية، ودي بالنسبة لهم جريمة خطيرة جدا. وعشان كده المحامية سألت ليديا بشكل مباشر إذا كانت بتحاول إن هي تنسب الأطفال دول لنفسها عشان تاخد مبلغ إعانة أكبر. ليديا بصت لها بذهول، قالت لها لأ لأ طبعا، أنا عمري ما أعمل كده. المحامية كلامها بدأ يبقى حاد أكتر، اقترحت إن ليديا أكيد سرقت هوية شخص تاني، بس هي طلعت فورا رخصة السواقة بتاعتها اللي عليها اسمها وكل المعلومات اللي كانت كاتباها في طلبها، وقالت لهم إن الرخصة دي حقيقية، وأصرت إن الأولاد دول أولادها الطبيعيين اللي هي متأكدة إن هي اللي ولدتهم. هما طبعا كانوا مش مصدقينها، بيتهموها إن هي بتكذب، بس هي بصت لهم وقالت لهم إن هي معاها إثبات يثبت إن دول أولادها، والإثبات بتاعها كان إن معاها شهادات ميلادهم وبصمات رجل البيبيهات من المستشفى. المحامية بصت قلق للأخصائي الاجتماعي، وتقنيا طبعا هما الاتنين كانوا عارفين إن هي ممكن تكون ليديا فعلا هي اللي ولدت الأطفال دول من غير ما يكونوا واخدين منها نفس الحمض النووي، بس ده بيحصل في حالة واحدة بس، وهي إن ليديا تكون أم بديلة. الأخصائي الاجتماعي أدرك إنه لو كان ده هو الحل، فده ممكن يفتح الباب لمجموعة تانية من الاحتمالات المظلمة جدا. يعني ليديا ممكن تكون اتدفع لها فلوس عشان تكون أم بديلة، وبعدين لما ولدت الأطفال فعلا ممكن تكون خطفتهم من مامتهم الحقيقية. ولو كان ده الحال، فالموقف ممكن إنه يتجاوز مجرد الاحتيال على الرعاية الاجتماعية. الأم الحقيقية ممكن تكون في مكان ما بتدور بيأس على أولادها. وطبعا الأسوأ من كده إن ليديا ممكن تكون قتلت الأم الحقيقية أصلا. الأخصائي الاجتماعي حاول إن هو يصفي ذهنه، لأن رد فعل ليديا المرعوب على كل أسئلتهم خلى من الصعب قوي تصديق إن هي مجرمة محترفة. بس طبعا أحسن النصابين ممكن يكونوا ممثلين رائعين ومحترفين جدا. يعني هو كان بيقول إن في حياته المهنية هو كان شاف مجرمين كتير بيقدموا أداء يستاهل فعلا الأوسكار، وفي النهاية بعد ما ليديا فضلت تنكر إن هي عملت أي حاجة غلط، الأخصائي الاجتماعي والمحامية قالوا لها إن هي تقدر تمشي. بس وهي بتلم حاجاتها، السيدة اللي من مكتب المدعي العام ادتها تحذير خطير، قالت لها إن النيابة بتجهز قضية جنائية ضدها، وإن هما ممكن ياخدوا منها أولادها في أي لحظة. طبعا في الوقت ده ايدين ليديا كانت بترتعش وهي سايقة وراجعة للبيت. يعني تخيلوا كده ان انتي خلفتي معاكي اولادك اللي بيتربوا قدام عينك بقالهم اكتر من سنة، وفجأة تلاقي الحكومة بتقولك ان لا دول مش اولادك وان هما ممكن يتاخدوا في اي لحظة. فكل اللي هي كانت عارفاه في الوقت ده ان هي لازم ترجع البيت وتشوف هتعمل ايه. دخلت جري من باب شقتها، كلمت مامتها كارول، وكارول حاولت على قد ما تقدر ان هي تهدي بنتها، فكرتها ان التوتر مش هيكون كويس ابدا على حملها الحالي. ليديا وعدت مامتها ان هي هتحاول تسترخي، وبصراحة هي قالت ان هي حست بتحسن لمجرد ان هي اتكلمت مع مامتها. وبعد ما قفلت خدت نفس عميق وبدأت تهدي نفسها. بعدين بدأت إن هي تدور على أدلة ممكن تساعد في إثبات إن دول أولادها. طلعت السجلات الطبية للأطفال وشهادات ميلادهم، جابت صور ليهم وهما بيبيهات، بعدين حطت كل ده على جنب عشان تقدمه للمدعي العام. كانت متأكدة إن ده أكيد هيقنع السلطات إن هي فعلا الأم الحقيقية. في اليوم اللي بعده جوه السجن في مونتانا، كان في سجين نايم على السرير بتاعه. الرجل اللي عنده 50 سنة وشعره أبيض بص لفوق لما سمع الصوت المألوف بتاع الحارس وهو بيخبط على القضبان. الحارس قاله إن في واحدة اسمها كارول بتكلمه. اسم السجين كان رود، وكان والد ليديا. كارول كانت مامة ليديا ومرات رود السابقة، ولو هي بتكلمه فرود كان عارف إن ده معناه إن في حاجة غلط. قام مشي ورا الحارس لمركز الاتصالات بتاع السجن، وفي اللحظة اللي رفع فيها السماعة قدر يعرف إن كارول متضايقة جدا. حكت له كل اللي بيحصل لبنتهم، وإن هي في ورطة بسبب تحليل DNA، ودلوقتي هي متهمة بالاحتيال على الرعاية الاجتماعية. هو قال لها تهدى، وإن هو متأكد إن أكيد في حاجة غلط حصلت، وإن هو واثق إن كل ده هيتحل قريب. بس بعد ما المكالمة خلصت، رود ساب التفاؤل اللي كان بيوريه لكارول وكان راجع للزنزانة بتاعته. مقدرش يمنع نفسه من التفكير في دليل ال DNA، لأن زي ما معروف ال DNA مش بيكذب. هو كان عايز إن هو يصدق بنته، وكان عارف إن هي لو حاولت تحارب دليل ال DNA في المحكمة فمتأكد إن هي تخسر. كأب ليها حس بإحساس فظيع تجاه الموقف كله، وحتى
بيقول إن هو حس بالذنب. هو كان بيقضي عقوبة في قضية نصب، ودلوقتي بنته كانت في ورطة بسبب النصب في الإعانة الاجتماعية، وعشان كده هو كان عارف إنه ما كانش قدوة كويسة لبنته. كان بيسأل نفسه هل بنته ارتكبت الجريمة دي بما إنها شايفة باباها هو كمان نصاب، فالموضوع بالنسبة لها عادي، وهل هي ورطت نفسها في مشكلة ودلوقتي بتحاول إن هي تداري عليها؟ في الأسبوع اللي بعده وكيل النيابة اللي كان ماسك قضية ليديا وقتها كان مشغول بتجهيز قضية ضدها، وكان لازم يتأكد تماما إنه ما حصلش أي غلط في تحليل ال DNA بتاعها. ورغم إن ده طبعا مستبعد جدا، كان ممكن عينات ليديا تكون اتبدلت طبعا بالغلط مع عينات شخص تاني، أو يمكن إن هي اتلوثت مثلا بطريقة ما. فعشان كده ومن باب الاحتياط أمر إن ليديا وأولادها يجوا ويقدموا 3 عينات DNA زيادة عشان التحليل. التحاليل خدت كام شهر عشان نتائجها تطلع، بس في وقت ما حوالي شهر مارس سنة 2003 وكيل النيابة وصلته الإجابة، وكانت بالظبط زي ما هو كان متوقع. وكيل النيابة ده اتصل بليديا عشان يقولها على النتائج، واللي بناء على الجولة التانية من التحاليل ليديا برضو ما طلعتش أم الأطفال دول. هي طبعا كانت بتصر إن النتائج دي فيها حاجة غلط، وابتدت إن هي تجادل في وكيل النيابة وسألته إذا كانت السلطات شافت شهادات الميلاد وآثار أقدام الأطفال وكل الصور بتاعتها مع الأولاد. هو رد عليها وقال لها إن كلهم شافوها، بس ده مش مهم، محدش بينكر إن هي ولدت الأولاد دول فعلا، هما بينكروا بس إن هما أولادها. ففي النقطة دي السلطات كانت مقتنعة إن ليديا بتدير عملية نصب من نوع ما بتأجير الأرحام. ومع الجولة الجديدة مع تحاليل ال DNA في إيديهم كان معاهم كل اللي محتاجينه عشان يدينوها فعلا. هو بلغها إنه يوصلها استدعاء للمحكمة ونصحها إن هي توكل محامي. طبعا ليديا قفلت السكة، هي في حالة ذهول تام، وعرفت إن هي دلوقتي في ورطة كبيرة ما كانش عندها أي وقت إن هي تضيعه. فطلعت دليل التليفونات بتاعها وبدأت إن هي تدور على محامين. بدأت تكلمهم وشرحت الموقف بتاعها لكل واحد فيهم، بس كلهم قالوا نفس الكلام، إن مفيش فايدة من مقاومة دليل ال DNA. وعشان كده ولا واحد من المحامين اللي كلمتهم وافق إن هو ياخد القضية بتاعتهم، لأنهم كلهم كانوا عارفين إنهم هيخسروا. مع نهاية شهر إبريل وليديا حامل في شهرها الثامن كانت منهارة عصبيا تماما، تقريبا مش بتاكل. اضطرت إن هي تستلف فلوس لأنها عمرها ما خدت إعانتها الاجتماعية، وما قدرتش برضو إن هي تلاقي شغل بسبب كل المشاكل القانونية اللي كانت فيها. أول جلسة ليها كانت بعد كام أسبوع يوم 16 مايو 2003، وبطريقة ما كان لازم إن هي تدافع عن قضيتها قدام القاضي من غير محامي. يوم 16 مايو سنة 2003 قضية ليديا راحت المحكمة، ودي كانت جلسة مبدئية عشان يقرروا ايه بالظبط اللي هيحصل لأولادها طول ما قضيتها شغالة. القاضي المشرف على الجلسة كان قاعد في مكتبه بيراجع الأدلة ضد ليديا، وكان شايف إن هي أغرب قضية شافها في حياته كلها. النيابة كانت عايزة إنهم يحطوا ابنها وبنتها في دار رعاية، والقرار دلوقتي طبعا في إيد القاضي. في اليوم ده القاضي كان عنده فضول قوي إنه يقابل الأم دي، وهي ليديا اللي كانت حامل دلوقتي في شهرها التاسع. قامت بصعوبة لما القاضي دخل قاعة المحكمة. لما القاضي قعد بص عليها بتركيز أكتر، كان شكلها تولد في أي لحظة. سألها ميعاد ولادتها إمتى، وهي قالت له إن هي متحدد لها إن هي تاخد طلق صناعي عشان تولد كمان 3 أيام بس. فالقاضي فكر في الموضوع إن هما ياخدوا الأولاد منها في المرحلة دي حتى لو ما كانوش أولادها. من الناحية التقنية كان تصرف قاسي ملوش أي لازمة، وعشان كده قال لليديا إنه مستعد إنه يخليها تحتفظ بحضانة الأولاد في الوقت الحالي، بس كان عنده شروط. كان محتاجة هي والطفل المولود إن هما يقدموا مجموعة جديدة من عينات ال DNA، وموظف المحكمة هيكون موجود حرفيا في ولادة الطفل الثالث. وفي نفس اللحظة اللي الطفل هيتولد فيها هياخدوا ال DNA بتاعه عشان يحللوه. يوم الاثنين اللي بعده يوم 19 مايو سنة 2003 ليديا اتحجزت في المستشفى، ادوها طلق صناعي، وبالفعل موظف المحكمة اللي كان في الأوضة شهد على الولادة بتاعتها لطفل ولد ليديا سمته جيمي. وأثناء ما الممرضات كانوا متجمعين حوالين المولود الجديد، موظف المحكمة خبط على كتف فني المعمل، وقبل ما ليديا تقدر إن هي تحضن ابنها الصغير لأول مرة
الفني سحب أنبوبة دم من الطفل اداها لموظف المحكمة اللي لف فورا وراح ناحية الباب. بس لما الموظف بيقول إنه بص على ليديا وهي بتحضن ابنها للمرة الأولى، كان مش مصدق أبدا. الأم الحنونة دي استحالة تكون مش أم حقيقية. بس الموظف كان ماسك الأنبوبة اللي فيها دم الطفل ده وبيقول إن دي اللي هتثبت إذا كانت ليديا هي الأم البيولوجية للطفل ده ولا هي فعلا كذابة ومخادعة زي ما النيابة بتقول. وبعد أسبوعين نتائج تحليل الدم بتاعت ليديا وطفلها الجديد رجعت وأظهرت للمرة التانية إن هي وطفلها مفيش بينهم أي DNA مشترك، وبالتالي هي مش ممكن تكون الأم البيولوجية للطفل ده. طبعا النيابة بقت متأكدة أكتر من أي وقت فات إن ليديا فعلا بتدير نوع من عمليات النصب بتأجير الأرحام، ودلوقتي هي كانت في ورطة أكبر من الأول، ومن غير محامي طبعا كانت معرضة طبعا إن هي تخسر القضية. بعد أيام قليلة من ظهور نتائج ال DNA الجديدة بتاعت ليديا واللي بتوضح إن هي مش الأم البيولوجية للطفل الجديد، محامي عنده 41 سنة اسمه ألان قعد على مكتبه المكركب مع قهوة الصبح بتاعته. كان قدامه كومة من الورق ما كانش متحمس خالص إنه يشتغل عليها في اليوم ده. بعدين جاله مكالمة، والمكالمة دي كانت من ليديا، وألان وهو بيسمع قصتها ما كانش عارف ياخد عنها انطباع إيه. زي أي محامي شاطر كان عارف إن دليل طبعا ال DNA هو الأساس، بس ألان كان بيحب التحدي. هو كان محارب قديم فخور بنفسه ومحامي عام سابق، وكان متعود إن هو يتعامل مع المواقف الصعبة. كان عنده فضول قوي بخصوص آخر تحليل ال DNA. على حد علمه الطريقة الوحيدة اللي السيدة ممكن تولد طفل مش ابنها هي لو كانت أم بديلة، بس ليديا قالت إن هي مش كده، وإن الطفل ده والأطفال التانيين هم فعلا أولادها. ألان عمره ما سمع في حياته إن ال DNA غلط، بس برضه كان فيه إحساس جواه بيقوله إن في حاجة ورا الموضوع ده، وبطريقة ما بيقول إن هو كان مصدق إن ليديا لازم تكون بتقول الحقيقة، وعشان كده قال لها إن هو ياخد القضية بتاعتها وإن هو موافق إن هو يكمل معاها المعركة دي. مع اقتراب ميعاد الجلسة بتاعت ليديا اللي جاية، المحامي بدأ الشغل على طول. قضى ليالي طويلة في المكتب بتاعه بيدور على أي طريقة منطقية يدافع بيها عن الموكلة بتاعته، بس للأسف كان بيوصل لنفس النتيجة كل مرة، وهي إن مفيش فايدة من مقاومة دليل ال DNA. وبعد أسابيع كبيرة كان لسه ما وصلش لأي طريقة يقدر إن هو يدافع بيها عن ليديا، لحد ما في صباح يوم السكرتيرة بتاعته جابت له عدد جديد من مجلات طبية، ومعاه ورقة من زميل ليه كان فيها مقال اعتقدوا إنه ممكن يكون ليه علاقة بقضية ليديا. في الأول ألان تجاهل الموضوع. قضية ليديا كانت بدأت إن هي تظهر في الأخبار المحلية لأنها كانت قضية غريبة جدا، ونتيجة لده ألان كان بيجيله نصايح كتير مش مطلوبة من ناس شافوا قصتها في الأخبار، نصايح ملهاش أي لازمة. بس في الوقت ده وما كانش بيحقق أي تقدم بنفسه، فمسك المجلة دي وابتدى إنه يقلب فيها، ولما وصل للآخر عينه وسعت من الفرحة. ما كانش مصدق أبدا اللي لسه بيقرأه. الموضوع كان عبارة عن رهان صعب، بس لو اللي قرأه ده حقيقي ممكن يكون هو مفتاح كسب القضية المستحيلة دي. أول خطوة لألان دلوقتي كانت إن هو يقنع القاضي إن هو يأجل المحاكمة، وشرح إن ليديا محتاجة إن هي تخضع لتحاليل أعمق عشان يجربوا النظرية الجديدة اللي كانت عنده، وإن ده ممكن ياخد شهور عشان النتائج دي تطلع. القاضي وافق إن هو يأجل ميعاد المحاكمة لشهر إبريل سنة 2004، يعني بعد تقريبا سنة. ألان كان واثق إن ده هيديهم وقت كافي، وعشان كده بدأ إنه يبعت ليديا لمعمل ورا معمل عشان يعمل مجموعة التحاليل الكبيرة اللي كان محتاجها. وبعدين استنوا. عدت سنة تقريبا وهو لسه مستني النتائج. ميعاد الجلسة بتاعت ليديا كان بيقرب بسرعة، وفي ليلة كان في مكتبه بيشتغل على مرافعته الافتتاحية في قضية ليديا لما لقى إن التليفون بتاعه بيرن، والمتصل كان الدكتور المشرف على تحاليل ليديا، وقال له إن هو عنده أخبار وحشة، لسه في بيانات كتير محتاجة تحليل، ونتائج تحاليل ليديا مش هتكون جاهزة في الميعاد بتاع جلستها. طبعا ألان ما قدرش يخبي خيبة أمله، دي كانت انتكاسة كبيرة، بس كان عارف إن القاضي مش هيقدر إنه يأجل المحاكمة أكتر من كده. وعشان كده في إبريل 2004 ألان وليديا راحوا المحكمة، وأول ما قعدوا
هو ميل على ليديا عشان يطمنها، بعدين وقف في وجه القاضي. ما كانش معاه الدليل العلمي اللي كان معتمد عليه طول الوقت ده اللي كان معاه. بدلا من كده، قصة غريبة جدا. يعني هو كان عارف إن مش كل الناس هتصدق اللي هو هيقوله دلوقتي، فكان بيقول إن كل حاجة في القضية كلها متوقفة على إذا كان هيقدر إن هو يخلي القاضي يصدقها ولا لأ. بدأ يشرح إزاي مدرسة عايشة بعيد في ماساتشوستس اسمها كارين ممكن تثبت إن موكلته بريئة. المدرسة دي كان اسمها كارين، وفي أواخر التسعينات كانت عيانة ومحتاجة زرع كلية، وكانت بتأمل إن أولادها يكونوا متطابقين معاها. كلهم عملوا تحليل دي إن إيه، وزي ليديا بالظبط النتائج أظهرت إن في احتمال 0% إن كارين تكون أم أولادها. بس على عكس ليديا بقى، كارين قدرت إن هي تعرف السبب. دكتور من هارفارد بص في حالتها واقترح سيناريو غريب قوي للحالة بتاعتها. كارين كان عندها حاجة اسمها كايميرا، والحالة دي اتسمت على اسم مخلوق من الأساطير اليونانية. كان عنده راس أسد وجسم معزة وديل تعبان. يعني بالبلدي كده كانت كذا حيوان مختلف مدموجين في واحد. ولما السيدة بتكون حامل في توأم، ده بيكون بسبب إن بويضتين في رحمها اتخصبوا، وفي حالات نادرة جدا البويضات دول بيندمجوا بعد كام يوم من الإخصاب. ولما ده بيحصل، الجنين الناتج بيبقى جنين واحد عنده مجموعتين مختلفتين من الشفرات الوراثية، وده هو الكايميرا البشري. خلوني أقول لكم القصة كلها بتبدأ إزاي. من بداية من الرحم، في حالات نادرة بيكون فيها توأم في بطن الأم، لكن بدل ما التوأم دول يكملوا عادي ويتولدوا، بيحصل إن جنينين يندمجوا في بعض وهما لسه خلايا صغيرة جدا، والنتيجة بالنسبة لنا إن هما بيبقوا جنين واحد هو اللي بيكمل. بس طبعا الجنين ده بيكون جواه 2 دي إن إيه مختلفين. يعني الشخص ده حرفيا عنده جينات شخصين، وكل جزء في جسمه ممكن يكون بيشتغل بنوع مختلف من الدي ان ايه. يعني مثلا عشان ابسطها اكتر اقول لكم مثال، لو عملت تحليل دي ان ايه من دم الشخص ده، ممكن يطلع غير الدي ان ايه اللي موجود في شعره. ولو خدت عينة من الرحم او الجلد، هتلاقي جينات تانية خالص. وده بالظبط اللي حصل مع ليديا. يعني السؤال هنا، ممكن إن الواحد يكون عنده الحالة دي وهو مش عارف؟ الإجابة أيوة، ممكن أنا أو أنتوا يكون فعلا عندنا الموضوع ده وإحنا مش عارفين، لأننا كلنا بنعيش حياتنا عادي. الموضوع مش بيظهر غير في حالات معينة جدا، زي تحاليل النسب أو نقل الأعضاء، أو في قضية كده بالصدفة زي قضية ليديا. المهم نرجع بقى لحلقتنا. المحامي كان بيحاول يقول إن اللي حصل لليديا هو بالظبط اللي حصل لكارين. يعني في حالة كارين لما خدوا من الدم بتاعها، طلع إنه مش متطابق أبدا مع أولادها. بس بعد كده حللوا أجزاء مختلفة من جسم كارين، شعرها، جلدها، وفي النهاية لقوا دي إن إيه متطابق لأولادها. والدي إن إيه ده كان جاي من الغدة الدرقية بتاعت كارين. ألان كان بيدافع إن ليديا لازم يكون هي كمان عندها الحالة دي. يعني هو كان بيقول للقاضي إن ليديا هي توأم نفسها، هي عبارة عن خليتين اندمجوا وكونوا جنين واحد. وبسبب ده العينات ممكن تكون اتاخدت من جزء من جسم ليديا عنده مجموعة دي إن إيه مختلفة عن أولادها. للأسف هما كانوا لسه في الوقت ده ملقوش أي نسيج جوه ليديا مطابق للدي ان ايه بتاع أولادها. بس كان عندهم حاجة تانية. ألان كان خلى أم ليديا تعمل تحليل، والتحليل ده أثبت إن هي على الأقل الأم بتشترك في الدي ان ايه مع أولاد ليديا. وده معناه يا إما ليديا يا إما أخت ليديا لازم تكون أم أولادها. طبعا دي كانت نظرية غريبة مرعبة، الناس أول مرة تسمعها بما فيهم القاضي. فعشان كده خد لحظة عشان يستوعب الأدلة. لو كل سنين خدمته على منصة القضاء علمته حاجة واحدة، فهي إن تحاليل الدي إن إيه دايما صح. بس حاجة ألان برضو مقنعة جدا جدا. فبعد شوية القاضي أعلن قراره. قال للمحكمة إنه مصدق إن ليديا هي فعلا أم الأولاد دول. ومن وجهة نظره، قصة كارين مع نتائج الدي إن إيه الجديدة بتثبت إن ليديا لازم تكون كايميرا بشرية. وعشان كده القاضي أسقط القضية بتاعت ليديا واعترف إنه كان غلطان. وبعد 2 تقريبا من المحنة الصعبة اللي مرت بيها ليديا، أخيرا تم إثبات إن الأولاد دول أولادها. واتضح إن هي كانت بتقول الحقيقة طول الوقت مهما كانت بتبان مجنونة. وبعد كام شهر الدكاترة قدروا يثبتوا أخيرا إن الدي إن إيه بتاع ليديا مطابق فعلا لأولادها. ولقوا الدي إن إيه المطابق من مسحة من عنق الرحم.
ليديا اتسجلت في كتب الطب كواحدة من ضمن 100 كايميرا بشرية بس اللي تم التعرف عليهم لحد يومنا هذا، ورغم إن محنتها تفضل تطاردها للأبد إلا إنها قربت عيلتها من بعضها أكتر من أي وقت فات، لأن ليديا وأبو أولادها جيمي الاتنين رجعوا لبعض بعد المحنة دي. أحيانا العلم بيكون مش عنده كل الإجابات، وأحيانا بيكون الشخص شايل جواه سر كبير من غير ما يعرف حتى إنه موجود. ليديا كانت وده كان واضح لأي حد شايفها، لكن تحليل بسيط كان ممكن إنه يهد حياتها كلها، ولو مفيش حد فكر خارج الصندوق كان فعلا ممكن إنها تخسر أولادها وكان ممكن إنها تتسجن. قصة الكايميرا بتفكرنا بحاجة مهمة جدا، إننا كلنا معقدين أكتر بكتير من اللي باين على السطح، وإن جسم الإنسان فيه ألغاز لسه العلم نفسه مش فاهمها كلها. يمكن دلوقتي لما تسمع عن الحالة دي ما تبقاش بس بتفكر في وحش أسطوري بنص وش أسد ونص جسم تنين، لأ، هتفكر إن الكايميرا ممكن تكون سيدة عادية ماشية جنبك في الشارع شايلة جواها اتنين من غير ما أي حد في الدنيا يحس. وممكن برضو بعد الحلقة دي كلنا نسأل نفسنا هل ممكن حد فينا يكون هو كمان زي ليديا. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملولي لايك، تقولولي رأيكم في الكومنتات، وبإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة.